أهلا بمتابعي قناة مدينة سبور، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. يبدو أن الممثلة لإسبانيا هبة بوك ليست محظوظة في طلب الانفصال عن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد اتهامه من إحدى الفتيات بمحاولة الاغتصاب. وتنقل صحيفة آيس الإسبانية عن مواقع إسبانيا أن الممثلة ذات الأصول العربية طالبت خلال طلب طلاقها بنصف ثروة وأملاك الدولة المغربي، ولكنها صدمت عندما عرفت حقيقة ما يملكه حكيمي. ورغم أن حكيمي يتقاضى ملايين الدولارات سنويا ويعد أحد أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي بنحو مليون يورو شهريا، فإنه لا يملك أي شيء باسمه. وحسب نفس الصحيفة، عندما رفع وكيل هبة القانوني دعوى طلاق في المحاكم الفرنسية وطالب بمعرفة حجم الأموال التي يحصل عليها، كان الجواب أن حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا. يبدو أن الممثلة الإسبانية هبة ليست محظوظة في طلب الانفصال عن النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد اتهامه من إحدى الفتيات بمحاولة اغتصابها. وعلمت الممثلة أنه لا يملك عقارات أو أموال باسمه في المصارف. ورغم هذه الصدمة، فإن محامي الممثلة الإسبانية يعمل على أن يحصل أبناء أشرف وهبة على المال اللازم لتغطية نفقاتهما. وتعد هبة بوك إحدى أنجح الممثلات في إسبانيا، وتحصل على دخل جيد، إضافة إلى أنها مؤثرة في مواقع التواصل وتحصل على آلاف الدولارات من عرض الملابس ونشر الصور على حسابها في الانستغرام، والذي يضم أكثر من 1.5 مليون متابع.